أدري مخططة ومزخرفة وخبيرة طرق تدريس لغة عربية للأجانب. والحمد لله بدي ليفلات اللغة العربية كلغة أجنبية، وبدي كورسات الخط العربي بجميع أنواعه للطلبة الأجانب. درست الخط العربي في أكاديمية خضير الصعيدي 6 سنوات، وكملت بره ورش بعض الخطوط اللي ما درسناش في الأكاديمية، بحيث ان انا اخرج بره التقليدي شويه. فبدات اتعلم الخط الكوفي المملوكي والكوفي القيرواني. الكوفي القيرواني ما اتكتبش في مصر، ده اتكتب في بلاد المغرب وتونس والجزائر. وكان اول من الاعمال بتاعتي كان الكوفي القيرواني، واتعرضت في متحف الحضارات. كان اول معرض خطوط عربيه اتعرض في متحف الحضارات، كان لسه مفتوح جديد. كان اول عرض ليا واول عرض فيه، وكانت بصراحة من الحاجات اللي كنت سعيدة بيها جدا. بعد كده شاركت في أصول الثقافة وفي المتاحف اللي هي الإسلامي والغير إسلامي، وشاركت في صالون الأهرام وفي دار الأوبرا المصرية وفي الهناجر وفي برج القاهرة وأماكن عديدة، واشتركت في معارض افتراضية على المستوى الدولي، وتم تكريمي الحمد لله. بالنسبة للوحة اللي هنا ده الكوفي القيرواني، المفروض ان هو مبيبقاش ليه زخارف، يعني هو غير الكوفي الفاطمي. الكوفي الفاطمي الخط نفسه داخل فيه الزخرفة، يعني الحرف نفسه خارج منه زخرفة، لكن القيرواني والمملوكي لا. فانا اشتغلت على الباك جراوند ان انا اعمل الزخرفة حواليه تبقى متوظفة بشكل لائق، وان تبقى مترابطه مع بعض عشان في الاخر تدي نتيجه مريحه. وانا خرجت عن التقليدي شويه، بس انا حافظت على تراثيه الخط، لكن انا حبيت ان انا يعني اختلف شويه عن العرض التراثي للخط العربي، بحيث انها تبقى حاجه جديده. يعني هي دي كلها. هو بصراحة كان أكتر معرض مميز ودخل قلبي وساب بصمة كبيرة جدا اللي كان في متحف الحضارات. أولا هو كان كله كوفيات، وكان أول معرض ليا، وكان سايب بصمة حلوة جدا جدا عندي. لما الأجانب رايحين جايين وعايزين يقروا ويفهموا وده كتب ازاي وده اتعمل ازاي، وخصوصا ان هو غير التقليدي اللي مشهور. يعني احنا عندنا من انواع الخطوط في اللينه اللي بتتكتب بالبوصه او بالريشه على طول، وفي الادوات الهندسيه، يعني ده مكتوب بادوات هندسيه، وبعد كده بنروح عاملينه بالفرشه، سواء بقى جواش او اكريليك. وخدت تجربه السوفت باستل، دي اول مره حد يعمل سوفت باستل بالزخارف، بس مش اللوحه دي لوحه ثانيه. كنت دمجة السوفت باستل مع الاكريليك، فكانت طبعا بردك كانت رؤية جديدة. انا بحب اخرج شوية عن التقليد، بس بحافظ على تراثية الخط. اهلا بحضرتك، شكرا جزيلا.